لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نشر رائد الفضاء الروسي أنتون شكابليروف على حسابه الرسمي في تويتر صورا ملتقطة من المحطة الفضائية الدولية ISS تظهر الرؤية الليلية من الفضاء للحرم المكي والمسجد النبوي، بحيث ظهر مضيئين بشكل لافت. وعبر أنتون عن انبهاره الشديد بالمشهد في تغريدة مرفقة بالصور قائلا: رؤية ليلية رائعة لمكة والبنين من محطة الفضاء الدولية. الصورة التقطت في الأصل في أواخر شهر يناير من سنة 2015، لكنها نالت مؤخرا اهتماما كبيرا بعد أن لاحظها رواد تويتر المسلمون بالخصوص، وسرعان ما عاودت الانتشار في جميع الشبكات الاجتماعية والمواقع الإخبارية. ويجدر الذكر بأنه في سنة 12 و2000 صرح رائد فضاء آخر يدعى أناتولي إيفانيشين في المؤتمر الدولي لتقنيات الفضاء والطيران قائلا: حاولنا التقاط صور من الفضاء لعدد من الدول المضيئة التي اشتهرت بأضوائها مثل باريس وبعض المناطق الأوروبية والأمريكية، وتلك الصور لم تكن واضحة عند التقاطها. وعندما قمنا بتوجيه عدساتنا صوب منطقة الجزيرة العربية، اندهشنا أنا وأفراد الطاقم الموجودون في المركبة، حيث لاحظنا بقعتين مضيئتين بالكامل، وعند تحديد الموقع اكتشفنا أنهما هاتان المنطقتان المقدستان اللتان يتحدث عنهما المسلمون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.